سلام شطوراتي الحلوين. عايزة اقول لكم من الاكلات الحرشة والمرشة وخصوصا في الصيف اللي بحبها الفراخ بالكاري دي. اكلة بسيطة وسهلة ومش بتاخد وقت في التسوية، طبعا هي هندية فحبيت اشاركها معاكم من كتر ما بحبها، وبتتعمل بمنتهى السهولة المتسهلة بطريقة مش مستاهلة. طبعا هنعملها مع بعض، قوموا حضروا المكونات وهنعملها مع بعض. يلا نشوف الطريقة، يلا معايا. اول مكون الفراخ. طبعا انا بحب اعملها باكتاف الدجاج المخليه، الكتف بتاع الدجاجه المخليه اللي هو بيتعمل منه الشيش طاووق. بيكون فيها نسبه دهون قليله عن الوراك. وممكن تعمليها بالوراك المخليه او بصدور الفراخ المخليه لو عايزاها تكون صحيه اكتر. بس الاكتاف بتكون قليله في الدهون اكتر من الوراك، وبتدي طعم ونكهه للفراخ بالكاري. بالنسبة للطريقة، في حلة على النار أو طاسة على النار بحط حوالي معلقتين زيت زيتون أو زيت ذرة، وحوالي بصلة متوسطة بقطعها مكعبات زي ما انتوا شايفين، وحوالي فصين أو 3 توم مهروسين أو مدقوقين، وبشوحهم على النار لغاية ما ياخدوا لون ذهبي بسيط. وبحط البهارات، بحط حوالي معلقة كبيرة كاري وممكن تزودي لو بتحب، وفلفل اسود وكزبرة ورشة كمون. وبعد كده بحط فلفل، هنا خلط بين الفلفل الكوبي والفلفل الحامي، لو بتحبيها حامية شوية قرن فلفل حامي كده مقطعاه، ومعلقة صلصة، وبقلبهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بعد ما اشوحهم مع بعض احط الفراخ. وهنا نص كيلو فراخ او تزودي اكتر من كده على حسب المتاح عندك وعدد افراد اسرتك، وبقلبهم بالشكل ده. بشوحهم مع الخلطة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وعلى فكرة ممكن تحطي بهارات اكتر، يعني هم في الهند بيحطوا طبعا بهارات اكتر، بس احنا عشان مصريين ما بنحبش البهارات كتير في الاكل، فكفاية الكاري على الطبخة دي. بحط كمان عليهم كوباية عصير طماطم، 3 4 طماطمات خلطاهم في الخلاط وحطيتها على الطبخة وزودت مية، وكده بسيبها بقى على نار هادية تستوى مع نفسها لغاية ما الفراخ تستوى والصوص يقل شوية. عشان الصوص يبقى تخين كده وغني وكريمي بحط كوباية زبادي، وبحط عليها معلقة نشا واقلبهم بالشكل ده، وممكن كريمة لو بتحبيها تكون دسمة شوية. بحطها على الطبخة قبل ما اطفي عليها ب5 دقايق واقلبها بالشكل ده. لونها هيتغير ويفتح شوية، وطبعا بتكون غنية وطعمها في منتهى الروعة، والريحة كمان جميلة جدا. اللي بيحب الكاري هيحبها جدا وهياكلها دايما ويعملها دايما، وهتكون طبخته المفضلة زيي. طبعا هنا بعد ما خلصت وبدأت تقل الصوص يقل شوية، وهنا انا عامله جنبها رز. ممكن تعملي جنبها رز، وممكن تتاكل بالعيش كده، طعمها بيكون بالعيش كمان في منتهى الروعه. طبعا بحب احط جنبها واكلها جنب البصل ومثلا خيار او اي مخللات او سلطات. بتكون اكله في منتهى 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 اللذاذه. طبخه جميله جدا وسهله وبتتعمل بسرعه وغنيه بكل المكونات اللي فيها مفيده وغنيه. ممكن تتاكل بالعيش زي ما قلت لكم، وكده بتكون الطبخه جاهزه. وطبعا عايزه اقول لكم ان هي من الاكلات الجميله جدا في الهند، ودايما بيعملوها في المناسبات. طبعا الطريقه دي ممكن تعمليها على كبده الفراخ او قوانص الفراخ، بتكون جميله جدا وفي منتهى منتهى اللذاذه. جربوها وقولوا لي في التعليقات رايكم، وعايزه اعرف بتحبوا الاكلات الغريبه او الاكلات اللي من بلاد تانية ولا لا. وكمان يا ريت بقى لو عجبتكم الوصفة والطريقة تعملوا لايك ومشاركة مع أصحابكم عشان يستفيدوا. كانت معاكم مها القناوي، مع السلامة.